اللايف بتاعنا عن اسم الله الودود. تمام. مم. مم. اسم الله الودود، انا لما بدات ابحث عنه، وانا ببحث عن اسم الله الودود ومعنى الود، اكتشفت ان في فرق بين الحب والود. مم. فلما بدات ابحث في الفرق ده، لقيت ان الحب هو شعور مركزه القلب، ولكن الود هو تطبيق للحب ده، او زي ما مم. تقولي ايه، تجلي الحب على ارض الواقع. مم. فخلينا كده، بما ان كوتش جيلان معانا النهارده، وكوتش جيلان كوتش روحاني ومعالج نفسي، فخلينا نعرف منك النهارده ايه وجهة نظرك للمعنى بتاع اسم الله الودود، ومعنى الود في حياتنا. هو حلو قوي المعنى اللي قلتيه يا مها، بشكرك على الاستضافة الجميلة دي. آه اسم الله الودود من أكتر الأسماء بتاعت ربنا اللي هي محببة لقلبي، وهي ذكر في موضوعين في القرآن الكريم. يعني مبدئيا كده قبل ما بنقدر نبحث عن أي اسم، مهم يعني نتصل بالاسم دوت. عشان نتصل بيه نبحث هو موجود في أنهي مواضع في القرآن الكريم. حلو. هل هو اسم من أسماء ربنا فعلا، ولا لم يذكر في القرآن الكريم. فلما بحثت لقيته هو ذكر بصيغتين: رحيم ودود، والغفور الودود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي الآية بتاعت سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والآية التانية في سورة البروج: بسم الله الرحمن الرحيم، الغفور الودود فعال. اللي هي كانت الآية بتقول إيه؟ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهي اسم الله الودود ذكر معاه اسم الغفور واسم الرحيم. فهو اسم كده تحس ان هو كله حنان وحب وغفران وتسامح ورحمة. يعني تحس ان هو بيجي كده اول مجرد تسمعيه حتى ذبذباته هادية، كأنه اسم كده جاي عشان يطبطب على قلبك. فالود عامة هو ممكن يكون ليه كذا كذا معنى. يعني يقول لك ممكن الكلمة الواحدة مجرد التشكيل بتاعها بس يختلف، يبقى ليها معنى تاني خالص. اسم الله الودود هو صيغة مبالغة. يعني ودود يعني مبالغة، تحس ان في مبالغة من حيث الكم ومن حيث النوع. يعني ان هو مش ربنا بس بيتودد الينا بشكل واحد بطريقة واحدة، لا، ده فيها مبالغة في طريقة التودد دي بأشكال كتيرة اه. وبأنواع كتيرة، والكم بتاعها كبير. تمام. فود الشيء يعني بالفتحة هي معناها التمني. يعني لما تقولي مثلا الآية اللي هي بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يعني بيتمنى، من التمني. بس في الود بالضمة هي معناها المحبة، وهو دوت اللي هنتكلم عنه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. يعني جاية بمعنى الولاء والبراء والمحبة. فالودود ربنا سبحانه وتعالى هو بيحب رسله، بيحب أوليائه، بيتودد إليهم. طب إزاي ربنا بيتودد لينا؟ ازاي يعني بقى؟ لما قعدت أفكر في السؤال ده، لقيت يعني هو اسمه كده معنى كده إن هو دايما بيمدنا بمحبة منه وبود منه. طب إيه هي يا ترى أشكال الود بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لينا؟ بيتودد لينا بكل هذه النعم اللي احنا عايشين فيها. بيتودد لينا بنعمة التواصل اللي بيني وبينك دلوقتي رغم ان كل واحد في بيته. بيتودد لينا بالنعم ان في الصحبة الصالحة. بيتودد لينا بنعمة نعمة البصر والنظر والسمع والتذوق وحاسة اللمس. وبكل النعم اللي احنا عايشين فيها، ان احنا مجرد بنشوف بالالوان. يعني في مخلوقات تحس لما بيشوفوا ابيض واسود بس ابيض واسود حياتهم بس، كلها. ايوه. انت حاسه بايه بالنعم اللي انت حاسه صح. بيها دلوقتي يا مها؟ آه دلوقتي حالا ولا في الحياة عموما؟ اي حاجه. ماشي. دلوقتي حالا انا حاسة ان ربنا بيتقرب لينا، يعني شهر رمضان ده خلي عندنا سكينة،
اخلي عندنا، بحس فيه عطاء كبير جدا. الناس بينها وبين بعضها في عطاء اليومين دول اكتر من الايام العاديه. حقيقي. لكن مع ربنا في الشهر ده انا حاسه ان عطاء ربنا كبير جدا، مم. بحاجات يعني حاجات انت مش متخيلاها او ما كنتيش مرتبه ليها، بتلاقيها سبحان الله بتيجي. فده نوع من انواع ال الود، ان هو صحيح. بيعطيكي الله. حاجات انت ما كنتيش متخيله ان هي ممكن تكون مم. تجيلك في يوم من الايام. بالظبط. فاهماني؟ حقيقي جدا. فانا شايفه دي قيد النعم لا يعد ولا يحصى، مع ان ربنا غني عنا جميعا. يعني هو غني، هو مش مستني اساسا مننا اي حاجه، ولا مستني ان احنا نعبده، ولا منتظر صلواتنا، ولا منتظر قيامنا، ولا منتظر صلوات التراويح، ولا صيامنا، ولا اي حاجه احنا بنعملها. بس هو صح. غني عننا، بس هو بيتودد لينا كده حبا فينا، مش منتظر مننا اي حاجه. يعني تحسي العطاء الرهيب اللي انت قلتي عليه، ان ربنا ساعات يجيب لك حاجات من حيث لا تحتسبي، انت اساسا ما دعيتيش بيها وجات لك كده لحد عندك. ده شكل من اشكال ان ربنا بيتودد ليكي. ان ربنا منحنا مثلا اسره، ان منحنا اطفال، منحنا السكينه في الشهر الكريم، شهر رمضان عامه. بهدوء بالعطايا الرائعه اللي فيه، الصحبه صح الصالحه جدا. يعني. لا. فكرة ان انت اصلا ربنا يوفقك ان انت مثلا تصلي تراويح او تهجد او تتقربي لربنا. الفكرة دي اصلا مش انت اللي عملتي كده، ده هو اللي خلاكي توصلي للنقطة دي، او هو اللي وصلك ان انت تتوددي اليه بالحتة دي. ليه؟ لان هو مم. عايزك، عايز يقربك ليه. صح. بحس برضو ان دي حاجة من اشكال الود. جدا جدا. ولما مثلا ربنا سمى نفسه الودود، علشان هو عايزنا لما نعبده سبحان الله يكون الدافع من جوانا لعبادته هي تكون الحب، مش الإكراه. يعني مش عايزنا نعبده بالغصب، عايزنا نحس ان احنا عشان بنحبه فبنعبده. بس للأسف اللي بيعمل العبادات مش منطلق حب ومنطلق خوف ورعب بس من ربنا ومن النار، هو ما فهمش وما عرفش اسم الله الودود، ما فهمش معناه. فلما ربنا يجي يقول لنا لا إكراه في الدين، يعني أنا، يعني ربنا رغم إن هو نزل لنا الدين ده لمصلحتنا وهو الدين الحق، دين الإسلام، بس قال لنا برضو أنا مش هكرهكم إن أنتوا تدخلوا فيه. يعني مش هدخلكم في الدين غصب عنكم، ده أنتوا حتى ليكوا حرية الاختيار في ان انتوا اذا كنتوا عايزين تعتنقوا هذا الدين ولا لا. ليه؟ لان ربنا ليه ما غصبناش بالعافيه وقال لنا ادانا اوامر وما حببناش فيه. مش عايزنا ان احنا نعبده من منطقه غصب وعنف وكره ويكون الدافع بتاعنا غير الحب. عشان كده سمى اسمه الرؤوف الرحيم الودود. حبني قوي، هتجيلي انت وهتعبدني بالطريقه اللي تريحك. هو طبعا. ربنا عايزنا نعبده كده بالشكل ده. ايوه، من غير تخويف، بالظبط. من غير تخويف. بالظبط. حلو عشان كده قوي. هو ربنا قال لا إكراه في الدين. طب ازاي ربنا أساسا بيحبنا؟ قلنا عن طريق النعم اللي احنا عايشين فيها دي، طريقة التودد لينا، وبيحبنا لما بيرضى عننا. يعني ازاي ربنا بيحب عباده ورسله أولياءه؟ اه. لما كيف يحبهم؟ ان هو لما يرضى عنهم، لما يرحمهم، لما يجي ربنا يقول لنا انت مهما عملت ذنوب بس انا هتوب عليك برضو منها، ومهما عملت سيئات وجيت استغفرتني فانا هغفر لك. لما يجي يقول ايه ادعوني استجب لكم، لما يجي يقول لنا انت لما تيجي تدعيني انا هسمعك وهستجيب لدعوتك، استجابة الدعاء. كل دوت شكل من اشكال ان ربنا بيحبنا. يعني في ولما اوقات يقول لك كتير مثلا ان الحسنه بعشر امثالها هو عايز والسيئه يحببنا بتسيء. اكتر. بالظبط. ربنا عايز يحببنا فيه اكتر وفي الاعمال الصالحة اكتر. فدي أشكال إن ربنا بيتودد لينا كل وقت في كل وقت يعني. ومن أشكال إن ربنا بيتودد لينا برضو إن هو بيلقي كمان محبة في قلوب الناس، محبتك. يعني ممكن يلاقي ناس كتير كده بيحبوكي لله في لله، تقول لك أنا شفتك الله. ارتحت لك، أنا شفتك الله. حبيتك.
هو سبحان الله، هو ربنا هو اللي ألقى في قلوب الناس دي حبك. لأن أوقات كتير تحس إيه، أنا الناس بتحبني بسبب شطارتي، بسبب ذكائي، بسبب جمالي، بسبب لساني الحلو. لا والله، والله أبدا. سبحان الله، أنت لو فيكي كل الصفات دي وربنا ما ألقاش محبتك في قلوب الناس، عمر ما الناس تحبك. صح، ده حقيقي. اوقات كتير تلاقي حد عنده كل الحاجات دي، حد عنده ذكاء، حد عنده شطارة، حد عنده جمال، حد عنده مال، حد عنده مكانة عالية جدا، بس الناس تشوفه قلبها انقبض منه، قلبها انقبض منها مثلا، او في بغض، حالة بغض كده، ونفور ما بينك وما بينها. ليه؟ ان ربنا ما سببش ان هو ألقى محبتها في قلبك. فمش بسبب المكانة بتاعتنا أو جمالنا أو ذكائنا أو شطارتنا أو حتى عدد الفولورز اللي عندنا، مش دليل خالص خالص على محبة الناس لينا، أو مش دليل على إن إحنا بنعمل حاجة فالناس دي بتحبنا. نستحق بيها ده. أيوة، ده هو بسبب إن الله الودود هو الذي يلقي محبة الناس في محبتي في قلوبهم، أو محبتك في قلوبهم، فهو المسبب الأول والأخير. فما تتوهميش ان بسبب احنا كلنا عايزين نذكر نفسنا بسبب الموضوع ده، مش عايزين نتوهم ان بسبب الذكاء، بسبب ذكائنا او اعمالنا اللي بنعملها، ان انا كده عشان كده ربنا بيحبني او الناس بتحبني. لا، ده حتى ربنا قال والقيت عليك محبة مني. يعني ايه القيت عليك في قلوب الخلق محبة مني؟ يعني ربنا هو المسبب، هو انا السبب ربنا. واحيانا ربنا يلقي برضو زي ما قلنا بغض او في قلب انسان ما فيش حد بيحبه، مع انه يكون على مستوى عالي من الجمال والمال، بس فموقفنا احنا ايه بقى الاخلاقي، او موقفنا اللي احنا محتاجين نعمله مع بعض، ان احنا نحبب الله لعباده، نحبب الله، نحبب الناس في ربنا، ونحس احنا الاول بالحب دوت مع نفسنا، وندل الناس على ان هم ازاي يحبوا ربنا، ازاي اه، يحبوا اسم الله الودود، ازاي يتوددوا ليه زي ما هو قصدك ان بيتودد احنا لينا كل ان احنا يوم. نكون نتودد لله. ولما الناس لما انت هتتوددي لله، فهيظهر عليكي ده، هيبان عليكي ده، وبالتالي فالناس هتشوفه وهم كمان يتعلموا ازاي يتوددوا لله. يعني نكون زي رسول كده، او قدوة حسنة في الحتة دي. بالظبط، جميلة قوي الآية، بحبها جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل لهم الرحمن ودا. مم. يعني ان انت تحسي بمودة كده مع الله عز وجل، تحسي بحبه ليكي، وتحسي قد ايه انت بتحبيه، وقد ايه هو ما عمل لك حاجات كتير قوي علشان هو بيحبك، مش بسبب اعمالك. المعنى دوت لو فعلا بقى راسخ جوه قلوبنا، تحسي قوي قوي باسم الله الودود. يعني مجرد ان انت تحسي زي ما بنقولها كده بالعربي، باللغه الدارجه بتاعتنا، انت غاليه عند ربنا قوي. يعني ان ربنا احنا لو خلقك، نظرنا نفخ لو فيكي من نظرنا احنا روح. كده، بصي احنا لو نظرنا احنا كبني ادمين، كل واحد في حياتنا مقصر قد ايه في حق ربنا. وبرغم التأثير اللي هو بيعمله، إلا ربنا لسه بيمده بعطائه، وبيمده بكرمه، وبيشيل عنه ابتلاءات كتير. فكل ده نوع من التودد بتاع ربنا لينا. حقيقي، حقيقي بالرغم من ان احنا فعلا في الحقيقه كلنا مقصرين، مفيش حد يعني بيكون متقرب جدا للدرجه العاليه، اللي زي مثلا نقول زي الرسول عليه الصلاه والسلام، او زي الصحابه. الناس دي كانت بتقدم كتير جدا، وكانت بتعمل حاجات كتير جدا. احنا فعلا لو بصينا للحاجات اللي هم كانوا بيعملوها والحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي، لا احنا مقصرين. وبالرغم من كده احنا لسه برضه ربنا مستشعرين. لسه بيمدنا برزقه، لسه ما منعش عننا رزقه مثلا، او بطل ان هو ما يحبناش او كده. ده ما هو بيقول يعني مجرد انك تستشعري ان ربنا نفخ فينا من روحه، ماشي، وان ربنا سخر لنا السماوات السبع والارض، وسخر لنا كل المخلوقات دي. يعني لما تروحي تتأملي في الطبيعة، ربنا اصلا سخر البحر، الجبال، الارض، وكل ما عليها، كل الحيوانات للإنسان. فكل دي شكل من أشكال التودد. ربنا أسجد لك الملائكة من فوق 7 سماوات. شوفي قد إيه أنت غالية عند ربنا. يعني تحسي إن أنت مكانتك عالية جدا جدا، وتحسي إن يعني
ان كمان في علامات كده للايمان، علامات للايمان كده، ان انت لما تلاقي نفسك قوي متصله باسم الله الودود وحاسه بحب ربنا ليكي، تحبي ان انت تصاحبي كمان اللي بيحبوه. يعني تحسي ان دي علامه ان تلاقيه ربنا بعد عنك مثلا اصدقاء السوء، او مش لازم نقول سوء، ممكن يكون اصدقاء هم مش مناسبين ليكي في المرحله الحاليه، ربنا بعد ناس عنك. وتلاقي الصحبه الحلوه بقى اللي اه تشجعك بتلاقي فعلا. وتبقى سند ليكي في ان انت تتقربي اكتر. ايوه بالظبط، او فعلا تلاقي الناس خرجت من حياتك فجاه كده ومش عارفه ايه السبب. هو امم. ربنا عايزك يخرج ناس معينين من حياتك، هم ما كانوش هيساعدوك ان انت تتواصلي مع ربنا بشكل افضل او تعرفيه بشكل افضل، او ان انت ما كانوش هيقربوكي من ربنا، كانوا هيبعدوكي عنه. فربنا هو خرجهم من حياتك. ممكن يكون فعلا بشكل مؤلم، بشكل فجائي، انت مش فاهمه. انت ساعات كتير نقول انا ما عملتش حاجه عشان الناس دي تعمل لي بلوك او ما تتواصلش معايا او يقولوا لي كلام قاسي، او يقرروا ان هم ما يصاحبونيش بعد كده. هو ربنا عايز كده، الودود عايز كده، لان هو شايف لك صحبة تانية احسن هتدخل حياتك الفترة الجاية، هتقربك منه اكتر. صح. فلو بصيت لها كده والله ما الواحد هيزعل على اي حد خرج من حياته. ده حقيقي. انت ما كنتيش عارفة ان الصحبة ديت او الشخص ده او الصديقة دي هي ممكن كانت تبعدك الفترة الجاية عن ربنا، او ما تشجعكيش ان انت تكملي مسيرتك، او ان انت تكملي حاجه حلوه انت كنت بتعمليها، يحبطوكي، يقللوا منك. فبدل ما انت تقعدي تجاهدي بقى في ان انت تدافعي عن نفسك وتجاهدي في ان انت لا انا هكمل، ويحبطوكي وتقعي وممكن ما تعرفيش تقفي على رجلك تاني، طبعا ربنا هطلعهم من حياتك خالص، علشان امم. ندخل في حياتك ناس تانية أكتر داعمة، تشجعك أكتر، توصلك برسالتك وتخليكي مكملة في الحاجات اللي بتحبيها أكتر، يعني نقدر يحسسوكي نقول بالسكينة الود وبالراحة أكتر. يعني نقدر نقول الود ممكن يكون بيتطبق في العلاقات، في اللي هي الناس اللي بتتقرب لينا او الناس اللي بتبعد عننا، فده نوع من انواع الود اللي ربنا بيحاول يبعد عننا الناس اللي ممكن تكون بتأذينا، او اللي ممكن تكون سبب ان احنا نبعد عن ربنا، او صحبة مش كويسة، وبيقربنا للناس اللي تساعدنا ان احنا نكون افضل، وتساعدنا ان احنا نتقرب لربنا. ده نوع من بالظبط. انواع الود. بالظبط يا مها. وكمان انت قلتي معنا في أول اللايف حلو جدا، هو آه إن الحب مش هو الود. ايه الفرق بقى ما بينهم؟ يعني تحسي ان ايه، ليه ربنا ذكر وجعل بينهم مودة ورحمة بين الزوجين؟ ليه ما مم. ربنا ما قالش الحب والرحمة؟ لان الحب انا ممكن اسمعك كلام حب من هنا للسنه الجايه، بس ما صور تشوفيش بس. مني ما تشوفيش مني اي فعل بيدل على الحب. ايوه. صح ولا لا؟ اول ما تغلطي هديكي طرد على طول مثلا، ما ايوه. بسامحش، ما بخدمكيش في الله ما بقى. بتلاقينيش جنبك وانتي متضايقه، ما بتلاقينيش معاكي في افراحك ولا في احزانك. بس بسمعك يا تليفونات وحشتيني وحبيبه قلبي، بس انت فين وقت الجد بقى؟ مش معايا. هو ده ممكن صوابي. يبقى الحب. امم. الود بقى هي ترجمة الحب دوت أفعال، أفعال على أرض الواقع. صح. يعني مثلا لما بنقول لغات الحب الخمسة، امم. من ضمنهم الكلام الطيب الحلو، الكواليتي تايم، ان انت تبقي قاعده معايا كده انا بسمعك باهتمام وعايشه في تفاصيلك، مهتميه بموضوعاتك، وعايشه وقت كده من جزء من يومي مخصصاه ليك انت مخصوص فيه جوده عاليه، اسمع فيه مشاكلك وادعمك واحس بيكي واعمل معاكي نشاطاتك. وتالت حاجة من لغات الحب الخمسة ان انتي تعملي لي مشاوير انا محتاجاها، انا تعبانة دلوقتي وقتي مضغوط، طب ممكن تساعديني في ان انت تجيبي لي كذا، توديني للدكتور مش قادرة اسوق، تعملي لي خدمات. هو الخدمات بقى دي هي ديت هي المودة. ايوه. ما هو الود بيبقى بالايه، بالتقرب، ان انت تقربي للشخص ده بايه، بكل حاجه بقى، ان انت تسمع وقت ما محتاج ان هو يتكلم يلاقي حد بيسمعه، وقت ما محتاج حد يساعده يلاقي حد يساعده، أيوة. آه وقت ما يلاقي حد. وبالهدايا وقت كمان، من اللغة الرابعة وقت من لغات الحب الهدايا. يعني هو شوفي ربنا بيجيب لنا هدايا والعطاء بس. كمان. اسمه اهو، زي شهر الود. رمضان ده هدية من ربنا لينا، صح ولا لا؟
صح جدا. فكأن ربنا بيترجم سبحان الله اسمه الودود بالأفعال. أنا هجيب لكم كل فترة كده هدية تضاعف حسناتكم، تديكوا تكون بوابة كبيرة جدا لمغفرة ذنوبكم. ف... ف... فأنت شهر ممكن تقولي لي الرحمة بحبك والعفو من هنا للسنة والمغفرة. الجاية، والعفو والمغفرة وكل ممكن تقولي لي حب بإذن كلام الله جميل من بجد السنة واحنا الجاية، خلال الشهر. بس مفيش أفعال. صح. طيب دلوقتي يا جيجي، احنا اتكلمنا عن الود باستفاضة. تمام. لو احنا بقى دلوقتي بنحس بتوتر عصبي، ازاي استشعارنا للود اللي ربنا بيديهولنا يهدي شوية من التوتر ده والضغط العصبي اللي عندنا. هو مبدئيا أول حاجة معرفة الله سبحانه وتعالى دي من أكتر الأسباب اللي بتمنح الواحد السكينة وبتهدي جهازه العصبي. إن أنت فعلا. تبتدي تتعرفي على أسماء الله وتبتدي تتأمليها. يعني الاسم دوت جه في سياق الآية ده، ربنا عايزني آم، أتصل بالاسم ده لما يحصل كذا. يعني التدبر في القرآن بصفة عامة، وإزاي إن أنا أقدر أفعل كمان اسم الله الودود مع نفسي. ما أنا ممكن جدا أستشعر إن ربنا بيحبني، بس أنا مع نفسي بقى بسمعها أوحش كلام، ما بستخدمش خالص لغة الود اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا بيها. ما كنتش أنا بستخدمها مع نفسي، بكون انا مع نفسي بس بقول لنفسي كلام قاسي جدا، كلام صعب، بجلد نفسي على كل غلطة، او حتى مش بسمح لنفسي ان انا اغلط، او حتى ان انا لما بغلط بقعد اقول لها انت ليه عملت كده، وامسك نفسي بيني وبين نفسي صوتي الداخلي. اقعد اشتم في نفسي، اقعد اقول لها انت غبية، انت ازاي تغلطي غلطة زي دي. انا كده ما بفعلش اسم الله الودود مع نفسي. واقلل من نفسي ومن قيمتي. بالظبط، اقلل من نفسي ومن قيمتي. وكان في نقطة قبل ما ندخل في الحتة دي كمان، عجبتني قوي قوي يا مها في اسم الله الودود. إن أشكال الحب بين البشر مختلفة تماما عن شكل الحب ربنا لينا. يعني إزاي؟ يعني مثلا لما شكل الحب ما بيننا وما بين بعض بيبقى ممكن ساعات فيه آم، حد يذل حد شوية، أو حد يبقى بيحب حد فيبقى ضعيف قوي معاه، او حد مثلا ساعات الحب بيقترن بشوية ألم، بشوية حسرة، بشوية ان انا متوقع من حاجات من اللي بحبه وما عملهاليش فاحس بخذلان، وساعات بيقلب بتعلق. صح ولا لا؟ يعني شكل الحب بين البشر مش دايما بيبقى كله مشاعر إيجابية وحلوة، ساعات بيجي معاه كده زي ما قلنا ايه، تذلل، حاجات ضعف، ألم. حاجات فيها ضغط. اه، ان حد بيديني مسؤوليات كتير فانا فبعملها غصب عني فعلشان انا بحبه. بس او سبحان بيضغط الله. عليا باسم الحب. اه بالظبط بالظبط. يعني بس مثلا الله بس الله سبحانه وتعالى تخيلي شكل حبه لينا ايه لما بيحب عباده بقى بيعمل ايه. اذا احب احسن لينا، بيعاملنا باحسان. اذا احب وفقنا للخير. اذا احب فبيحفظنا من كل شر. اذا احب دعمنا في مسيرتنا وقوانا ضد الابتلاءات. وبيحفظنا بحفظ بأشكال إحنا عمرنا ما كنا نتخيلها. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بس الإنسان لما بيحب إنسان ممكن يخضع ليه، ممكن يتألم، يتعلق. بس ربنا سبحان الله على ما كل شكل الحب اللي بيحبه لينا ما فيهاش كلها خالص ايجابيه. خالص إيجابية، ما فيهاش خالص الجانب السلبي اللي ما بيننا وما بين البشر ده. صح. شفتي جمال اسم الله الودود؟ يعني من علاماته كمان زي ما قلنا قبل كده ان هو مش بيكرهنا على الدين، لان ربنا مش عايزنا حتى نعبده من باب الغصب ولا الإكراه. هو عايزنا ان يعني هو في جملة جميلة قوي قوي بحبها: إذا أحبك منحك نعمة الإيجاد، وإذا أحبك منحك نعمة الإمداد، وإذا أحبك منحك نعمة الهدى والرشاد. وده كله سبحان الله ربنا عمله لنا، هو أوجدنا فعلا في الأرض فهو عشان كده بيحبنا. وبيدينا دايما الإمداد منه، بيدينا نعم كتيرة جدا لا حصر لها.
وكمان بيهدينا الصراط المستقيم، وبيمنحنا نعمة الهدى والرشاد، ازاي نقدر نفكر ونختار اللي فيه مصلحتنا واللي ما فيهوش مصلحتنا. فعلامة حب ربنا لينا هي خالية تماما تماما من أي ألم، من أي وجع، من أي خذلان، من أي تعلق. هو بيحبنا حب لا مشروط، لمجرد إن هو أوجدنا في هذه الأرض، ومجرد إن إحنا عباده، ومجرد إن هو الخلاق العليم، هو أو بمجرد وجودك على الأرض هو كده بيحبك. ففي جملة سبحان الله. جميلة برضو بحبها: المؤمن يخطب ود الله. يعني ايه المؤمن يخطب ود الله؟ زي ما تلاقي الخطيب كده يجي بيخطب ايد حبيبته، يعني عايز يخطب واحدة بيحبها، بيعمل لها ايه؟ وفترة الخطوبة بيقعد يتودد ليها ازاي؟ شوفي بقى، كل حاجة هدايا بقى وكلام كلام حلو وكل حاجة. وهدايا، وبيتصل بيها كل يوم، بيطمن عليها: ها اخبارك ايه؟ وصلتي البيت ولا لسه؟ عاملة ايه؟ كويسة ولا لا؟ صحيتي؟ اكلتي؟ نمتي؟ شربتي؟ صح ولا لا؟ ايوه صح ف... ف... جدا. فالمؤمن لما بيجي بقى ان احنا عايزين نتقرب من الله الودود، احنا مهم قوي قوي عشان نفعل اسم الله الودود ونحس بربنا. اول حاجة ان احنا نتصل بيه يوميا. هل احنا بنتصل بالودود يوميا؟ هل هل المؤمن يخطب ود الله؟ هل احنا فعلا بنخطب ود الله عجبتني ولا؟ قوي عجبتني قوي الجمله دي. ان مم. هو قال يخطب، يعني مثلا ما ذكرش الزواج، لان الزواج بعد فتره الزواج بيحصل العكس في بعض الاحيان، وبتقل الحاجات، حتى الحاجات الحلوه لو فضلت موجوده بتقل. بالظبط. فتحسي ان انما احنا ربنا بنخطب ود الله، الود بنتصل على الاقل بيه اكنك كل بتقعد يوم ولا معاه لا؟ ونفسه وبنفس المستوى وبنفس كل حاجه معاك طول الوقت. بالظبط، لأن ربنا بيخدمنا طول الوقت وبيخدم عباده. وأحد مظاهر وده لينا إن هو بيتصل بينا يوميا، بيمدنا برزق، وبيمدنا بحفظ كبير قوي إحنا لا نعلم عنه شيء. فهل إحنا بقى بنتصل بربنا كل يوم؟ بنتكلم معاه، بنناجيه، بنقول له: هي يا رب، أنت راضي عني النهاردة ولا لأ؟ يعني مثلا يعني لو قلت لك دلوقتي ازاي نتودد احنا لله، انت قلتي مهم ان احنا نطبق الود في حياتنا ومع الناس وكده. طب ازاي احنا بقى نطبق الود ده مع ربنا؟ هو أولا وأخيرا، هو في كذا حاجة. أول حاجة هو التعرف عليه. يعني أنا بحب دايما عملت دايما ازاي؟ التعرف على أسماء الله، والهدف ده يفضل متصل معانا لحد ما نموت. يعني أنا دايما في نهاية بداية السنة لما بنحط أهداف السنة الجديدة، بيبقى اللي نفسه يجيب مم. عربية جديدة، نفسنا مثلا بيبقى في أهداف مادية وأهداف روحانية، وأهداف في جانب العمل، وأهداف جسدية، وأهداف صحية بس مهم قوي نحط هدف روحاني، هو التعرف إلى الله. هو ده ان انا اتودد ليه، ان انا ابتدي افهم انت عباره عن ايه اساسا يا رب. انت اسمائك ديت يعني ايه، وانا ازاي اتصل بيها اكتر واكتر. تاني حاجه الاعمال الصالحه. الاعمال الصالحه من خلال ان انا تبقى مثلا، آه، هل انا الصدقات بخدم عباده كمان ولا لا؟ بخدم عباده. هو ده مم. شكل من اشكال ان انا بتودد للبشر برضو، ان انا بفعل اسم الله الودود. بخدم رب، بحبب الناس فيه، بقربهم منه. طب أنا لما بشوف واحدة مثلا بتنجح أو كده هوت، أو بتكبر، هل أنا بفرح لها من قلبي ولا بتضايق؟ يبقى أنا محتاجة أعرف أتعامل بود مع الآخرين. لما أشوف واحدة بتنجح، تاخد شهادة معينة، راقبي كده قلبك أخباره إيه. هل بتحسي بحتة ألم كده؟ لو حصل حتة الألم كده يبقى ده قلب مش نقي، ألم قلب بيها مش سليم. ولا بتحبي ده وبتبقي ما- فرحانه ليها؟ بالظبط بقول لك بالظبط. ده شكل من أشكال الود مع العباد ومع البشر، إن أنا أخدمهم، أحببهم في الله سبحانه وتعالى. إن أنا أراقب مشاعري لما ألاقي حد بيكبر، بينجح، بياخد جايزة، بيترقى، حتى اتجوز وأنا ما اتجوزتش، خلفت وأنا ما خلفتش. هل بيحصل حتة بغض وألم من جوايا ولا لأ؟ لو ده بيحصل يبقى أنا محتاجة فعلا ننقي ده بقى، علشان أقدر اه. أكون ودود أكتر لعباده. عارفه ف كمان بحس ان برضو الكلام
بيبقى نوع من انواع الود. يعني مثلا لما انا اشوف واحده مثلا شكلها حلو النهارده، اقول لها بسم الله ما شاء الله انت شكلك جميل جدا، ده نوع من انواع مم. الود. ان انا اقول لها بالظبط. مثلا الله انت لابسه شيك مش عارفه ايه. في ناس بتبخل مم. حتى ان هي تستخدم الود في كلامها. فاهماني؟ بالظبط. بالظبط. جدا ان احنا اوقات كتير بيبقى احنا على فكره حاسين بحب كبير ناحيه الناس اللي حوالينا بس ما بنعبر لهمش. لا، من اشكال بالظبط. الود ان انت لما تحبي حد تفعلي الحب ده بافعال، عن طريق ان انت تكلميها، تقولي لها، تكتبي لها رساله. بس طول ما انت حاطه الحب ده في قلبك، هو انت كده ما فعلتيش الودود. هو ده الحب اللي هو الشعور في القلب، انما لسه ما نزلتهوش بقى على ارض الواقع، ما فعلتيهوش، ما طبقتيهوش. بالظبط. الودود هو افعال، ترجمة المشاعر لأفعال على أرض الواقع. يا إما تبعتي لها رسالة حب، رسالة شكر لماما اللي بتطبخ لنا كل يوم، وإحنا واخدين الموضوع ده كأنه الطبيعي، يعني ده دور من أدوارها، إن هي هتصحى كل يوم تنظف لنا كده وتغسل كده لنا ولادي وتطبخ يسمعوا الكلام لنا. ده. هاتيهم دخليهم دخليهم. الطبيعي انك تعملي كده. فمن كتر ما احنا خدنا الموضوع ان ده الطبيعي، احنا بطلنا حتى نشكر. انت شكرك ايوه. لمامتك او لوالدتك في المواقف اللي انت معتاده منها ان هي تعمل كده، هو تفعيل طبعا لاسم الله الودود. لما تيجي تساعديها بقى اكتر واكتر، مش كلام بقى، درجه اعلى ان انت نعم. تتطوعي وتبادري وتساعديها وتقولي لها. انت بتعملي اكلات كتير لينا قوي كل يوم، يا ماما النهارده انا عايزه اشيل حاجه من عليكي، اشيل اكله من عليكي، عايزه انظف بقى، انا اللي هشيل السفره النهارده يا جماعه، انا اللي هعمل مثلا الغسيل النهارده. كل ده شكل من أشكال الود، لما الابن بيتودد لأمه بالشكل ده، أو إن هو نعم. يساعد في البيت، يجيب لها الطلبات، يشيل من عنها، ده كل ده من أشكال الود. إن هو يبوس إيديها، يبوس راسها، يدعي لها حتى في دعاء، يفتكرها في دعواته، إن يا رب ايوه يخليكي اتكي ليا على الحته أمي. دي، اتكي على الحته اه. دي. سألك قاعدين ولا إيه يا مها؟ لا مش آه. هيسمعوا. طيب احنا بقى اتكلمنا عن الود وازاي احنا نطبقه، صح؟ خلينا نرجع برضو للسؤال اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ازاي بقى استشعارنا باسم الله الودود يقلل الضغط والعصبيه اللي بقت على طول في حياتنا. انت قلتي ان احنا نستشعر السكينه والهدوء، تمام. آه. وقلتي كمان ان احنا نحاول نتقرب لله بان احنا نعرف اسماءه ونعرف عنه اكتر. مم. بالظبط، نفهمه أكتر، وإن إحنا نكون بنتكلم مع نفسنا بلغة رحيمة. يعني ملهاش أي معنى خالص. أنا عارفة إن ربنا دايما بيتكلم معايا بلغة رحمة وحب وجمال واجي أنا مع نفسي بقى أقعد أجلد في نفسي، طب أنا ليه الصوت الداخلي عكس الحديث أو الحوار أو الطريقة اللي ربنا بيكلمني بيها؟ ما هو دوت برضو بيعمل عدم فهم صحيح، يعني عدم تطبيق صحيح لمفهوم اسم الله الودود. انا ربنا بيكلمني، ده بيقول لي انت مهما غلطتي انا هتوب عليكي انا هقول. وهغفر لك. انا باجي بقى مع نفسي بعمل العكس، يعني رب العالمين بيعمل معايا كده، بس انا مع نفسي بقى بعمل العكس. لما بغلط بقعد أأنب في نفسي. لما بعمل مثلا اي حاجة غلط، مش بفوت لي واحدة، مش بقف على نفسي على الواحدة، ومش بفوت كده وبسامح نفسي واجلد وطبطب على نفسي. نفسي واجلد نفسي جامد على غلطاتي. فأنا عايزة أتكلم مع نفسي بنفس اللغة اللي رب العالمين بيكلمني بيها. كل واحد جوانا، كل واحد فينا هو جواه، زي عايزاكي تتخيلي يا مها كده ان هو جواه طفل عمره 3 4 سنين. مها جواها مها صغيرة عمرها 3 4 سنين، محتاجة على فكرة جدا. طبطبة كل يوم. وجيلان جواها، جيلان 3 4 سنين، جيلان الصغيرة، هي محتاجة ان هي تسمع كلام حلو، محتاجة ان انا اتقبلها لما هي تقعد تبقى حزينة وبتعيط وغضبانة ومتأثرة من موقف وحش. ابقى متقبلاها، ابقى متقبلة ضعفها، ابقى بسمعها انتي محتاجة ايه دلوقتي.
كم واحدة فينا لما بتقعد مع نفسها بتقول لنفسها انت محتاجة ايه دلوقتي؟ معظمنا بنبقى دايما قاعدين انا ولادي محتاجين ايه اعمل لهم، انا جوزي محتاج ايه، انا هو انا اهلي محتاجين ايه، قصرت في ايه؟ انا او انا انا قصرت في ضايقت ايه. مين؟ بفكر وانا دايما برايا، ايه؟ أو بفكر دايما برايا ازاي ارضي الاخرين، بالظبط. او انا ليه ازاي البي احتياجات الاخرين. وقليل قوي مننا اللي بيقعد مع نفسه يفكر انا محتاج البي ايه بقى لجيجي الصغير اللي جوايا، بالظبط. محتاج اسمعها. هي محتاجة دلوقتي على فكرة تتسمع، هي محتاجة تتفهم، هي محتاجة ان انا عندها احتياج للشوفان، هي تتشاف كده. طب خلاص ماشي تمام. هي محتاجة ان انا ابقى يعني بدعمها وابقى صديقتها في موقف اللي هي واطبطب ضعيفة عليها دلوقتي. واكون اه حنينه منها ولطيفه معاها، ما اكونش بالظبط. قاسيه عليها، ما مم. اكونش دايما انا اللي بجلدها كده يعني. الناس صح. حواليا الكتير هم مش حاسين باللي جوايا، فهم مم. برضو بيطلبوا مني حاجات زياده، فهم كده كده بيضغطوا عليا، ما يبقاش هم بيضغطوا عليا وانا كمان بضغط على نفسي. بالظبط. فانتي طول ما انتي بتسمعي نفسك كلام قاسي صعب شديد، ما بتديش لنفسك فرصة انك ترتاحي، ما بتديش نفسك فرصة انك تمارسي حاجة انتي بتحبيها او هواية انتي كنت بتعمليها وانتي صغيرة. كل ده بيهلك جهازك العصبي بشكل رهيب. كل ده بيحط جهازك العصبي في الجزء بتاع الطوارئ، كأنك حاطة بالظبط جهاز إنذار في جسمك. عارفة انتي عربية الإسعاف؟ وي واو، عارفة الحركة دي اللي هي الصوت المزعج اه. قوي أول ما بنشوف عربية الإسعاف وهي ماشية؟ بنتخض كلنا لأن في حالة طارئة، في حد عربية الإسعاف محتاجة تمشي بسرعة رهيبة والناس كلها توسع لها. نفس السرنت اللي في عربية الإسعاف ده موجود في جهازنا العصبي جوه. امتى بنبقى في الحالة دي؟ لما انا بسمع نفسي كلام وحش وبقعد اجلد في ذاتي ومش بشوف احتياجاتي، مش بسمع انا نفسي محتاجة ايه. محتاجة راحة هديها راحة، محتاجة ان انا انجز في حاجة معينة فهشد عليها شوية عشان انجز حاجة معينة. محتاجة ان انا عندها مرض دلوقتي جسدي فاسمح لها بان هي تتألم وتحس بالضعف، اسمح لها بان هي تسامح نفسها. كل ده لما احنا ما بنعملوش مع نفسنا انا خلاص مشغله عربيه الاسعاف دي جوايا طول الوقت. فجهازي العصبي من كتر الضغط اللي انا معيشه نفسي فيه، الجهاز العصبي خلاص مم. محتقن. محتقن يعني ايه؟ يعني عايش في حاله طوارئ طول الوقت. فانا لما اسمع نفسي كلام هادي، اهدى انا حتى بتون صوتي، في طريقة كلامي، في معاملتي مع الناس، ان انا ابقى احسن، اتكلم بهدوء، او ان انا بتبقى ممارساتي بشكل ابطأ. ممارساتي اليومية دي ليها عامل كبير جدا ان هي هل بتحط جسمك جهازك العصبي في حالة الطوارئ ولا في حالة الهدوء والسكينة. طول ما احنا طول اليوم بنجري 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 ومن انجاز لانجاز ومن عمل لعمل وما بنسمعش صوت جسمنا خالص، ما بنديش فرصة لجسمنا انه يرتاح، انا على طول حاطة جهازي العصبي في حالة ضغط. فانا لما اهدي سرعة المعاملات اليومية، او حتى لو انا عندي ممكن يوم مضغوط قوي اتس اوكي، بس تاني يوم بقى انا هنتبه ان انا لازم حد جزء من يومي ارتاح فيه. يعني اه، احنا يعني مش نحاول هنبقى طول ندخل الوقت. شويه نحاول ندخل شويه حاجات تهدينا خلال اليوم، بالظبط. روتين كده يكون عندي بعمله، يهدي شويه الريتم، السرعه اللي انا ماشيه بيها، بحيث ان الجهاز العصبي بتاعي يلاقي وقت للراحه، فتظبط معايا ويعمل توازن شويه خلال اليوم بتاعي. بالظبط. هو من أكتر العوامل اللي احنا قلناها تهدي الجهاز العصبي هو صوتك الداخلي. بيبقى قاسي، انت قاسية على نفسك فيه، بتكلمي نفسك بطريقة فيها قسوة ولا بطريقة رحيمة، طريقة فيها ود، الطريقة اللي ربنا كلمنا بيها اسم الله الودود، الطريقة اللي الودود بيكلمنا بيها. ومن أحد عوامل تهدئة الجهاز العصبي هو السماع للتأملات باستمرار. التأملات ده بتهدي، بتخلينا جراوندد. يعني انا نفسي ان كل واحد فينا يخلي في روتين يومه ان شاء الله 5 دقايق بس يسمع للتأمل. وانا عاملة تأملات رمضانية مجانية على قناة التليجرام عندي، يا مها اي حد يقدر يدخل يسمعها، هي لا تتعدى ال20 دقيقة.
بتهدي جهازك العصبي، بتنظف عقلك اللاواعي من المعتقدات المعرقلة واللي بتوقفنا، بتحسن جدا نفسيتك، بتحسن مشاعرك، بتقربك جدا من ربنا. لأن أنا بعمل التأملات دايما فيها أسماء الله الحسنى وفيها آيات قرآنية، فهي عاملاها بطريقة روحانية. فأنا حلو قوي. عاملة لكم كمان تأمل دلوقتي جميل. نختم بيه رمضان. إن شاء الله يهدينا كلنا، يعني يكون هي الكريزة كده اللي فوق التورتة، فآخر تأمل بقى إن شاء الله نعمله مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله نختم بالتامل. بس خلينا برضو نقول يعني ان احنا كده قلنا ان الضغوط اللي علينا دي ازاي نقدر نهديها. قلنا ان احنا نحس بالسكينه، ان احنا نبطل جلد للذات، ان احنا نضيف روتين في يومنا نحاول نهدي بيه الريتم ده، سواء بقى تامل. ممكن كمان نضيف في الجزء ده ان احنا من ضمن الروتين بتاعنا مثلا ان احنا في ناس بتحب تقرا القران وتحاول تتدبر جزء منه، فده برضو بيهدي شويه. صح. الاتصال مع ربنا ده نمبر 1 يعني. ده احنا قلناه في الأول خالص، إن أول حاجة بتهدي جهاز العصبي هو الاتصال بالله. اتصال بالله بس حلو. بالقلب مش بالعقل، مش بطريقة ان انا بقرا بسرعة بسرعة، انا كده مش ههدى. ده مش بيلحق القراية حتى للقرآن. تديني حسنات وثواب، بس اوقات كتير جدا انا حتى بعد ما قمت بقى لي ساعة بقرا قرآن، ساعات بنقوم من قراءة القرآن واحنا جهازنا العصبي متوتر جدا. ليه؟ لانه لما مفيش ولا معنى لمس قلبي. عشان ف... ف... كنت بقرا بسرعه، عايزه اختم مثلا فبقرا بسرعه او كده، فانت بتحولي الحاجه اللي المفروض تهدي جهازك العصبي، لان هي بتعمل عندك توتر. واجب بقى، واجب، وبقى أصبح العبادات كمان علينا ضغط، بدل لما هي تحسسنا بالسكينة بتحسسنا بالضغط أكتر. ده أنا لازم اليوم 23 أكون مخلصة 23 جزء أو أكتر. لو اتأخرت جزء واحد يبقى أنا كده هوت مقصرة وأقعد أسمع نفسي كلام بقى وحش جدا جدا. لازم الألف تسبيحة، لازم التراويح، لازم مش عارف إيه، كل اللوازم دي بتعمل علينا ضغط، فبتخلي الجهاز العصبي بتاعنا متوتر جدا. الرك مش في كم العبادات، الرك العبادة اللي بتعمليها دي انت حاسة بطعمها ولا لا، حاسة بحلاوتها ولا لا، الكيفيه اللي انت بتأدي بيها العباده دي. الطريقة اللي بتأدي بيها العبادات هل هي بتهديكي فعلا، بتدخلك في خانات المشاعر بتاعت السكينة والهدوء والاطمئنان والسلام الداخلي، ولا اوقات كتير قوي بنعمل عبادات بتخلينا تضغط على نفسنا اكتر. ومش العيب في العبادات، هي العيب هي في طريقة ممارستنا للعبادات، طريقة احنا ممارستنا اللي بنعملها غلط. احنا. بالظبط، بنعملها من باب اللازم والواجب، وان انا ده الناس هتسبقني، ده انا هبقى في الاخر، ده انا مش عارف، انا لا مش عايزه ابقى في الاخر. فكل الكلام اللي بسمعه لنفسي الوحش ده بيخليه بيضغط عليا اكتر. انا رأيي انت تعملي حبة صغيرين جدا من العبادات، سواء بس حاسه بقلبك، حاسه فعلا مم. لما تيجي تسبحي تقولي الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 1000 مرة، ولا تقولي بس 10 مرات الله أكبر من مخاوفي، الله أكبر من الغضب اللي جوايا، الله أكبر من الحزن، الله أكبر من الصدمات اللي مرت عليا، الله أكبر من الأشخاص المؤذيين، الله، أقعد أعدد الله أكبر من إيه معرقلات وصعوبات في حياتي، الله مم. أكبر من المسؤوليات الكتير اللي عليا، الله أكبر. لما بنيجي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله بنقولها إزاي؟ بأنهي طريقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني الحول هو جاية من الحائل، فلما أجي أقول لا حول مم. على حزن ولا قوة على فرح إلا بالله. لا حول على غضب، يعني أنا مش، ربنا مش هيجعل ما بيني وما بين الغضب دوت حائل كده أو عازل، ولا قوة على سلام داخلي وهدوء ونقاء إلا بالله. لا حول على أشخاص مؤذيين، ولا قوة إلا إيه، ولا قوة على بالله. صحبة صالحة، ولا قوة على صحبة، أنا مش هقدر أبقى مع الصحبة الصالحة وأبقى معاهم كده يدا بيد إلا بالله. يعني برجع كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى. فطريقة هو التسبيح اللي احنا بنسبح بيها عاملة ازاي؟ مستشعرين معانيها ولا مجرد بنرددها بلساننا زي البغبغان؟ طول ما احنا بنردد الحاجات بلساننا زي البغبغان ومش لامسة قلوبنا، احنا مش هنهدى، يبقى العبادة والذكر ما جابوش نتيجة.
مم. لان العباده مركزها القلب، فاحنا لازم بالظبط. نستشعر العبادات علشان هي اصلا المركز بتاع القلب. فاحنا لما بنستشعرها بتهدي معانا جامد جدا. لكن احنا لما بنكون بنقولها بسرعه وزي ما بتقولي كده كبغبغانات، فانت بتشغلي لسانك بسرعه، فالجهاز العصبي بتاعك بيتوتر اسرع. بتلاقي نفسك خرجتي من العباده ما خدتيش الجزء اللي المفروض تبقي مستفاده منه بيه. انت بالظبط. بس خرجتي وبتكملي حياتك، انت مفيش حاجه اتغيرت، انت لسه متوتره، لسه متعصبه، لسه كل حاجه. ليه؟ علشان انت ما عملتيهاش بالطريقه الصح. بالظبط. لما انا عندي ان بدل ما نقعد نقرا بالثلاث اربع اجزاء في اليوم، انت اقري حزب واحد بتدبر، ده انفع 100,000 مره. لأن تدبر القرآن إن تفهمي الآية، مين قال كده في أنهي موقف، والاسم دوت الرحيم الودود اتقال في أنهي سياق. طب أنا ممكن إزاي أفعل اسم الرحيم الودود في حياتي وأتصل بيه بشكل أكتر، وأتدبر الآيات اللي جه فيها اسم الله الودود. هو ده اللي هيغير حياتي، هو ده اللي هيزكيني، هو ده اللي هيرقيني عند ربنا، مش كتر الحاجات. وانا ما انا لو انا عملت عبادات كتير جدا بس الواقع بتاعي ما اتغيرش، يبقى انا ما لهاش اي لازمه. هو ربنا اساسا الهدف من ان هو يخلقنا ان التزكيه، غير اعمار الارض وغير كده، وان احنا نشتغل في الارض. هو التزكيه ده عامل مهم جدا. انا محتاجه ازكي نفسي من خلال ان انا انظف واطهر قلبي باستمرار، من خلال التدبر في القرآن، ان انا اعقل الذكر اللي بقوله، ان انا ابتدي اوسع مداركي ومفهومي واسمع لناس متنوعة ومختلفة، ويبقى عقلي منفتح لكل الاراء، مش بسمع ده كله حد معين. من انواع تزكيه النفس، ان انا ازكي نفسي، بالظبط. اتطور، بالظبط. اتعلم، اشتغل على نفسي، ما اقفش وان عند انا نقطه معينه. وان انا ابتدي بقى، او بعد معرفة ربنا، تاني أو افضل العلوم هي معرفة الله عز وجل. تاني افضل العلوم هي معرفة النفس. مم. ان دي تاني افضل علوم. انا مع نفسي بقى، عارفه انا بحب ايه ما بحبش ايه. طب عارفه انا لو عملت حاجه انا ما بحبهاش ازاي اقدر ابطلها، او عاده وحشه بتتعبني ازاي اقدر ابطلها. طيب انا محاطه بناس فعلا بيتعبوني بيرهقوني بيأذوني، ازاي اتعلم ان انا احط حدود لنفسي. ازاي اتعلم ان انا احب نفسي بقى، احب نفسي بعمق علشان افعل اسم الله الودود مع نفسي. فزي ما قلنا ممكن اقول تبس بسيطة ان احنا ازاي نحب نفسنا عشان نفعل اسم الله الودود بحق بقى فعلا. يما ان حلو. انا اسمع نفسي كلمات مم. كلها تفاهم واحتواء. لما اكون حاسة بان انا مضغوطة تعبانة، اقعد مع نفسي اقول انا حاسة بيكي، انا فاهماكي دلوقتي. ان انا افهم مم. احتياجاتها، انت ايه احتياجك دلوقتي فمحتاجة مني ايه. ان انا اديها كلمات الاستحقاق، يعني ان اقول لها انت تستحقي فعلا حياة جميلة وحياة كويسة واشخاص حلوين طيبين يحيطوا بيكي ويساندوكي ويدعموكي. انت تستحقي ان الناس تعاملك بحب، انت تستحقي ان الناس تجيب لك هدايا، وان الناس تعاملك معاملة طيبة، وان هم يحترموكي، مش ان هم يقللوا منك وان هم يقسوا عليكي وانت ليك حق كمان في مشاعرك. لان اوقات كتير كده بنقعد نجلد نفسنا، انا يا ريتني ما حسيت بالضعف في الموقف ده، انا يا ريتني ما حسيت بكذا، ونقعد نجلد نفسنا على مشاعرنا. احنا لينا الحق في اي شعور احنا بنحسه على فكرة، وما تعلمناش ولا اتدربنا على كده. محدش جه قال اه، لنا انت ليكي الحق في مشاعرك على فكرة. لا خالص، ده دايما انت مالكيش حق انك بنقول تحسي نفسنا بكده. على شعورنا ببعض المشاعر. بننكب على بعض، بننكر على بعض جدا جدا مشاعرنا اوقات كتير. طيب ايه اشكال كمان ان انا افعل اسم الله الودود مع نفسي، ان انا اسمع نفسي كلام دعم وسند. لما اكون داخله على بروجكت صعب وكبير وانا مش فاهمه ومش عارفه فيه اي حاجه، بقعد احبط من نفسي واقول لها صدقيني ما هتقدري تخلصيه، صدقيني انت مش قده. ولا بقعد اديها كلمات دعم وسند وبقويها وبقول لها انا معاكي، انا واقفه معاكي، وانا واقفه في ظهرك، وانا هساندك وقت الضيق، وانت هتقدري تكملي. وما زي ما ناس كتير جدا عملوا المشروع ده انت هتقدري تعمليه وانا هدعمك.
واقعد اسمع نفسي كلمات تشجيع عشان اكمل وابدا في البروجكت. كل دي علامات هل انا بحب نفسي ولا لا، هل انا بستخدم لغة الود مع نفسي، بفعل اسم الله الودود مع نفسي ولا لا. حلو. طيب لو قلت لك يجي، لو تقدري تدينا تمرين او حاجه نقدر نهدي بيها جهازنا العصبي خلال اليوم، لان احنا انت عارفه الاوقات دي الضغوط علينا كتير جدا، وقلق وتوتر وخوف من المستقبل اللي احنا خلاص ما بقيناش عارفينه هيبقى شكله ازاي، خوفنا على اولادنا، كل دي حاجات بتوتر جهازنا العصبي تخلينا عصبيين. هل في تمارين تقدر تساعدنا ان احنا نهدي جهازنا العصبي؟ تمارين كتير. اول حاجة طبعا لازم يتابعوا صفحتي، دي حاجة اساسية. بقول لهم ده اول تمرين يعملوه. بس احنا عايزين حاجه كده منك هقول كده. لك، لا ما انا هقول لك، انا بهزر طبعا. في تمارين جسدية وتمارين زي ما بقول لك، هو صوتك الداخلي يبقى عامل ازاي. ده اول حاجة، الصوت الداخلي ده من اقوى التمارين على فكرة، ان انت تبتدي تعدلي الكلمات واللغة اللي بتكلمي بيها نفسك. تاني حاجة، اكتبي لنفسك رسالة فيها الأقسام اللي احنا قلناها دي، اللي هو قسم بتاع الدعم والسند. لو انت عايزة تدعمي نفسك تحبي تسمعيها ايه، اكتبي انت نفسك الرسالة دي. لو انت عايزة تحسسي نفسك بالتفهم وانك سامعاها وفاهمة احتياجاتها، تحبي تقولي لها ايه. لو انت حاسة ان انت مشاعر عايزة تديها كلمات الاستحقاق اللي احنا قلنا انت تستحقي كذا وكذا وكذا وكذا، تحبي تقولي لها ايه. فاكتبي لها رسالة فيها كل مكونات ال- اللي هي الاربع كلمات اللي احنا قلناها دي، وكلمات يكون فيها حب وتقبل. انا على فكرة عارفة ان انت عملتي الغلطة الفلانية، بس انت بتتعلمي من اخطائك، فانا متقبلاكي حتى بعد ما عملتي الغلطة دي. اكون ماشي. صريحه مع نفسي، احنا مش بالظبط. بنقول ان احنا نخدع نفسنا، ايوه انما بالظبط. انا اكون صريحه واكون عارفه فعلا الحاجات اللي انا محتاجه احسنها ايه، ولكن مم. هي مش نهايه العالم. بالظبط. فتكتبي لها رسالة فيها الاربع مكونات اللي احنا قلناهم دول. وفي كمان حركات جسمانية ممكن تحسسك بحبك مع نفسك، ان هي زي بنسميه الهيفنينج، وهو الاحتضان الذاتي. ان انت تجيبي ايدك اليمين تحطيها على كتفك الشمال، تجيبي ايدك الشمال تحطيها تمسكي بيها تحت باطك اليمين، وكأنك بتحضني نفسك. ممكن تعملي معايا التمارين دايما. عارفاكي. الاحتضان الذاتي دوت مع التنفس العميق هو بيحسس الواحد بالحب، وبيحسس فعلا بتستشعري ان انت بتفعلي اسم الله الودود مع نفسك. فيا ريت اي حد بيتفرج علينا يعمل معانا التمرين ده دلوقتي ويبتدي انا نفسي يهتز اكون كده. شايفاكي عشان انا بعملها معاكي، بس انا مش شايفه انت الصوره اه بتاعتك صح. مش ظاهره عندي. كأنك مم. بتحضني نفسك يا مها، حد حضن جميل كده فيك، وطبطبي بقى بايديكي كده على جسمك، كده. وتعالي تهزي جسمك كده لقدام ولورا او يمين وشمال بالطريقه اللي بتريح. الهيفنينج دوت بيعمل ايه، او الاحتضان الذاتي، هو بيهدي جدا الجهاز العصبي، بيخليكي جسمك بدل ما هو في حالة انذار وطوارئ وخوف وقلق، بيروح بس هدوء. لحتة السكينة والهدوء، وكأنك ايه متفهمة نفسك. وممكن تميلي براسك كده، تنامي على ايدك وتعملي كده. مم. بس اقعدي في الوضع ده حبة حلوين، مش ما تتسرعيش يعني. اقعدي فيه 5 دقايق كده ولا حاجة، وده وقت طويل مش قليل. واقعدي بقى وانتي بتتمرجحي كده يمين وشمال وحاضنة نفسك وبتطبطبي عليها، تقولي لها الكلمات اللي هي نفسها تسمعها. الحركة ديت بتملى عندك احتياج الحب والتقبل والاتصال بذاتك. يعني التمرين ده قوي جدا في الاتصال بالذات والاتصال بالنفس. وممكن دي وانتي اصلا حاسة وانت كده. بتتكلمي عن التمرين انا حسيت بهدوء. جدا جدا حقيقي. مم. يا ريت لو حد بيطبقه معانا من المتابعين يكتب لنا في التعليقات هو حس بإيه دلوقتي. وتقعدي يا سلام دقيقة ممكن تقعدي دقيقة صمت كده مع نفسك في هدوء تام. مم. الطريقة دي بتهدي الواحد قوي. ومن الحركات دي أول حركة اسمها بنسميها سوماتيك هيلينج، يعني إيه الحركات الجسمانية اللي بتشتغل على جهازنا العصبي.
إنها الاحتضان. تاني حركة بنعملها اسمها التابينج اون هارت، اللي هي زي ما بنسميها كده الطبطبة على منطقة الصدر أو القلب. مم. عايزاكي تحاولي تطبطبي بإيدك على المنطقة دي، تاخدي نفس عميق. لما تلاقي نفسك تعبانة من كتر المسؤوليات، من كتر التفكير الزايد، اعملي دايما الحركة دي مع نفسك، واستشعري ان انت بتقدري نفسك، بتحبيها، بتتقبليها. طبطبي وشوية، وبعديها تقومي عاملة حركات دائرية كده على منطقة الصدر، تعمليها شوية حركات دائرية وبعديها طبطبة. أنا ابني دايما لما بنيمه ويكون مثلا مش عارف ينام، على طول بعمله الحركة دي، بيهدى خالص، بيعرف يروح بالنوم كويس على فكرة. يعني حتى احنا لينا ككبار، هو هتساعدك في ان انتي تدخلي نوم في نوم عميق لو بتعملي كده لنفسك. عايزاكي تجربي معايا دلوقتي الحركات دي وانتي بتاخدي نفس عميق من مناخيرك وبتطلعي الزفير من بقك. كرري معايا النفس. حاولي تطلعي الزفير كأنه ببطء شديد، مش ما تنفخيش جامد، لا طلعي، افتحي شفايفك حتة صغيرة قوي وطلعي الزفير ببطء شديد علشان يحصل عملية الريليس، اللي بنقول زي ما بنقول كده ان انتي ايه، قرري الضغط من جسمك. اوكي. ايه الاخبار؟ حسيتي بايه؟ اصلا تحفه، انا جربته اصلا من اول مره انت كنت بتقولي وانا كنت بعمله. مم. بتحسي بهدوء جامد جدا، بهدوء، وتحسي كده بسكينه. خليني اقول لك ان بتقول لك حبيته جدا كاني بحضني مم. منه. على فكرة انتوا فعلا لو هو ده اللي لاحظتوا هتلاقوا تون بتاع الصوت ما هختلف. حسيتي؟ يمكن في تنشنه شويه او ده عالي دلوقتي، طبيعي الريتم هدي طبيعي شويه. طبيعي في اللايف ان احنا نبقى مضغوطين شوية. ايوه، بس بعديه مم. حاسه فعلا ان في هدوء. وبتحسي بكونكشن مع مشاعرك مع جسمك، يعني بتحسي بكونكشن بقى، جسمك بقى عالي قوي. انا حاسه دلوقتي جسمي حاسس بايه، حاسس بضغط وانا بهديه. فانتي كونك بتدي لجسمك احتياجه، فانتي بتدي اكبر هديه ممكن تهادي بيها نفسك في وقت الضغط. حلو أوي. يعني التمرين ده فعلا جميل جدا. يعني انت قلتي تمرينين، فبتهيألي دول هيبقوا مفيدين جدا في ضغوطات الحياة السريعة هم دول ويومنا المتعلقين السريع. اكتر باسم الله الودود، يعني هم متعلقين اكتر باحتياج سبحان الله الحب. يعني انا جبت لك التمارين اللي بتهدي الجهاز العصبي المتعلقه باسم الله الودود، متعلقة بالود. واللي وبتديكي انت، بتشعرك بالحب وبالتقبل وبالاتصال. في حركات بقى تانية بتهدي الجهاز العصبي بس بتملى عندنا احتياجات تانية. يعني في حركات تانية بتملى احتياج الأمان، في حركات بتملى احتياج ال 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 المكانة أو الأهمية. يعني كل واحد عندنا احتياجات نفسية متنوعة، هو ده مش مجال طبعا اللايف بتاعنا دلوقتي، بس كل احتياج نفسي ليه سوماتيك هيلينج مختلف، وحركات بنعملها بجسدنا مختلفة علشان نشبع الاحتياج ده. وده أنا حلو بديه، قوي. يعني ده أنا لسه هعمله في كورس بعد كده إن شاء الله. ان شاء الله. ف- ان شاء الله. بإذن الله يعني تكوني أول الحاضرين يا ماما معايا بإذن ان شاء الله الله. بإذن الله. ان شاء الله. احنا وصلنا لنهاية اللايف الجميل. انا كنت مبسوطة معاكي النهارده، بس برضه هنعمل التأمل اللي قلنا عليه. بس عايزين نختم بيه بقى، يعني يكون حسن الختام. بس انا اوكي. حابه اعرف انتي اخبارك يا مها الفتره الجايه، ناويه تنزلي ايه، تعملي ايه في؟ فخلينا نقول برضو ان ان شاء الله عندي بعد العيد كورس. الكورس اسمه ود.
جاي من اسم الله الودود، وان احنا ممتاز. ازاي نكون نقدر يكون عندنا ود في العلاقات بتاعتنا. ازاي مم. اقدر اخلي الود ده افعله في العلاقه مع شريك حياتي، ازاي اقدر افهمه كويس، ازاي اعرف اتواصل معاه كويس، ازاي اقلل الخلافات عن طريق التواصل الكويس معاه. كل ده هنتعلمه خلال الكورس، وهنتعلم ازاي اعلي الاستحقاق الذاتي بتاعي، وازاي كمان ادير حوار كويس يقلل من الخلافات. مم. الكورس ان شاء الله هيكون بعد العيد. وخليني اقول برضو مفاجأة عاملاها لكل اللي سمعوا اللايف واللي هيسمعوه، ان انا عاملة خصم 20% على على الكورس ان شاء الله خلال 3 ايام العيد. مم. فاي حد حابب ان هو يعرف تفاصيل اكتر عن الكورس يتواصل معايا على البرايفت ويبعت لي كلمه ود. يعني دي اخر حاجه انا عاملاها، وبعمل جلسات لايف كوتش. برضو اي حد عايز يعرف تفاصيل عنها يبعت لي. واحب برضو انت كمان تقولي لي انت بتقدمي ايه الفتره دي يا جيجي. أنا حاليا عاملة تأملات رمضانية يعني هي متاحة على القناة طول شهر رمضان بشكل مجاني، وممكن أمد شوية لأن طلب مني إن هم عايزين تفضل دائمة، بس هي هتتشال مش هتفضل دائمة، بس ممكن أمدلكوا الوقت شوية. فممكن يدخلوا على لينك التليجرام عندي موجود في البايو على صفحتي، يعملوا جوين يعني حلو. ويسمعوا التأملات المجانية دي. وفي إن شاء الله مشروع قريب جدا هعلن عنه قريب، هتبقى مفاجأة رائعة. إزاي إن إحنا نعمل نحرر الصدمات اللي متخزنة في جسمنا، ونحرر المشاعر السلبية، الحزن والغضب بطريقة جسمانية عن طريق تمارين سوماتيك جسدية. حلو. مجرد هي تمارين، احنا مش هنتكلم، احنا هنعمل تمارين فقط زي اللي عملناها دلوقتي في اللايف، واكتر بقى بكتير. هنتقابل كل يوم لمدة ربع ساعة، تبقى مجموعة محددة بتتقابل كل يوم لمدة ربع ساعة بالليل علشان تهدي الجهاز العصبي. ده هيساعدنا جدا في ان احنا نقدر نقلل من التفكير الزايد، ان احنا نقدر ننام بشكل أعمق. المجموعة هتبقى يعني محدودة جدا، وهنتقابل بصفة دورية لمدة 21 يوم لمدة 20 دقيقة ماكسيموم. ما اتعملتش بصراحة، الموضوع ده ما اتعملش بالشكل ده قبل كده في الوطن العربي، فأنا متحمسة له جدا جدا لأن هو منتشر جدا في دول الغرب، بس أنا ما لقيتش حد بصراحة بيعملوا بالشكل ده قبل كده في الوطن العربي. فإن شاء الله يعني أتمنى إن شاء الله فتح من ربنا يعني ورزق كبير كده. لأن هو لما أنا عملته كسيشن الحركات دي، لما أنا دربتها في الناس مع الناس السيشنز الوان تو وان، لقوا فرق رهيب في جودة نومهم، في هو طريقة فعلا يعني تفكيرهم. الموضوع مطلوب. كتير بيبقى عندنا صدمات وحاجات متخزنة بقالها فترات كبيرة، ومأثرة على علاقاتنا ومأثرة على جدا. حياتنا. والناس فهو علاقاتها اتحسنت قوي بعد جلسة اللي هي أنا كنت بعملها وان تو وان قبل كده بصراحة يا مها، اللي هي اسمها انعش جهازك العصبي وتحرر من الضغط. فكان عليها اقبال شديد قوي، بس لقيت ان الجلسه هتبقى مرهقه لو عملتها وان تو وان، ففكرت ان هي نفس التمارين دي لو عملتها على نطاق او اكبر واوسع هي هتكون اوفر جدا جدا للعميلات، وفي نفس الوقت هما هتبقى كمان توفيرا لطاقه عندي ومجهود، فهيبقى زي جروب كده داعم رائع. ازاي تقدري تسمعي لجسمك، تحرري الاوجاع والالام الجسديه اللي متخزنه في جسمنا نتيجه المشاعر اللي احنا ما بنسمعهاش وما بندلهاش احقيه في السماح اساسا. فان صح. احنا نسمع لجسمنا، وان احنا ندخل جوه جسمنا ونسمع كل عضو مطلع لنا الالم دوت علشان عايز مننا ايه، ونلبي الاحتياجات دي لجسمنا من خلال حركات معينه. ده بيعمل عملية تشافي عميقة جدا، وعاملاه بمبلغ يعني مفاجأة بصراحة. يعني لأي حد عايز يتواصل يعرف المبلغ هيلاقيه يعني حاجات بسيطة جدا، علشان هو أكتر فكرة
الفكرة المسيطرة عليا أكتر هي الدعم، وإزاي إن أنا أخرج الناس من حالة الضغط المستمرة اللي عايشين فيها، وإن إحنا ما بنعرفش نتنفس في يومنا، فده يبقى بسبب مخرج لينا كأم وكزوجة وكامرأة عاملة وكستات مطحونين في الحياة. يكون اللقاء ده مخرج لينا نسترخي ونشعر بالسكينة والأمان والهدوء. حلو قوي. كنت مبسوطة جدا معاكي النهاردة، وسعيدة جدا بالبرنامج بتاعك، وبتمنى لك إن شاء الله التوفيق يا رب. وفرصة إن الناس تستفيد بالعرض بتاعك والعرض بتاعك. حاجات كلها بتساعدنا في إن إحنا إزاي نستمر في حياتنا، إزاي نستمر إن إحنا نكون أفضل، سواء بقى في علاقاتنا، وإزاي أنا أكون مع نفسي أفضل. لأن الكورس بتاعك انت قلتي عن التحرر والكلام ده كله، انا حاسه كمان ان هو هينعكس كمان على الحياه، حياتها في علاقاتها مع شريك حياتها او مع ولادها، مع كله. لان الحاجات دي بتاثر، بتغير السلوك بتاعنا. في مرة بعد ما عملت الجلسة دي ما هضحكك شوية، بعد ما عملت الجلسة دي مع واحدة، فهي خدت خلاص التمارين كتبتها عندها وتطبقها بقى مع نفسها، وبتابع معها على الواتساب وكده. فبعد فترة اه جالها السباك، حتى السباك لاحظ على الست، قال لها انت بقيتي هادية يا مدام قوي زيادة عن اللزوم. لا، انا كل مرة باجي بلاقيكي بتزعقي في عيالك جامد قوي، ما بقتش تزعقي فيهم. ما بقول لك الحاجات دي بتاثر فعلا، بيبان في تاثيرها معاملاتنا بيبان. جدا جدا جدا، بالظبط. صحيح. الحمد لله. وان احنا نكون فاهمين وواعيين ونشتغل على نفسنا. اللي عايز يحسن علاقاته بيشتغل عليها، واللي عايز يحسن علاقته بنفسه بيشتغل عليها. كل دي بتفرق في سلوكياتنا وفي هدوءنا النفسي. بدأوا فالحمد كل لله. المتابعين عندي وأي حد يشوف اللايف إن هو يدخل عند صفحة مها ويدعمها، لأن هي كوتش رائعة، وبادئين الرحلة مع بعض من زمان قوي. هي بتحب جدا تطور من نفسها، وأنا متأكدة إنك هتقدمي حاجة أكثر من رائعة. ربنا يوفقك ويفتح عليك يا رب. يا رب يا رب يا رب. انا كنت سعيده معاكي النهارده جدا جدا جدا، ومتاكده ان اللي هيسمع اللايف هيستفاد منه كتير جدا. وخلينا بقى نختم بقى بالتامل. خليني قبل ما نختم التامل، قولي لنا التامل هنعمل فيه قبل ما هنعمل فيه ايه، هيفيدنا في ايه، التأمل ده وبعد كده نختم. بتهدي الأفكار، بيهدي. يعني أنا عندي بس 2 فيديوز كاتبة فيهم، قايلة فيهم كل فوائد التأمل أو التخيل، قايلة الفوائد العلمية ايه اللي ورا التأملات على قناة اليوتيوب عندي. فلو واحدة ما بتعرفش تغمض عينيها وتتأمل وتخيل، أو الموضوع تقيل على قلبها، أو حاسة إن مخها بيشت كتير قوي، ده طبيعي، ده طبيعي، لأن مهارة التخيل دي عايزه محتاجة اقول لك كانت دايما تمرين. تقول لي كده. كانت عندي اه، عامله كانت دايما تقول لي كده: انا ما بحبش التامل، ما ده بعرفش، طبيعي. معظم تقيل الناس عليا. العمليين قوي، الناس العملية والسريعة قوي قوي، البرفورمانس اللي على طول حاسين ان هم لازم يأدوا طول الوقت، موضوع التخيل بالنسبة لهم ده عذاب. بس هي دي عضلة ومهمة جدا ان احنا نقويها ونمرنها. لو عايزة تبتدي تمارسي مهارة التخيل، ادخلي على قناة اليوتيوب عندي كاتبة فوائد العلمية للتأمل جزئين. هتنبهري وخليني اقول لك هتنبهري التأمل ده بيعمل في كده. جسمك ايه. مش هتصدقي الفوائد بتاعته. بيفرز كمية هرمونات هدوء واطمئنان وسعادة في الجسم انت لن تتخيليها. خليني اقول لك برضو ان هو ممكن يكون بيفيد جدا الناس الهايبر اكتف او السريعه، اللي ما بتعرفش تهدى. ده حقيقي، ده بس على فكرة هو يعتبر التأملات بالنسبة للناس الهايبر اكتف ده عقاب، انت كأنك ايوه بس بتعاقبيهم. صعب بالنسبه لهم جدا. يبدأوا بس بحاجات لو بسيطة، عملوا يبدأوا بقى بالبريدنج اللي هو بس على التاملات الأقل. البسيطه. البريدنج ايه. بقى، ان احنا التنفس، ان هم يبتدوا يدربوا نفسهم على التنفس، وبعد كده يدخلوا بقى في التأملات الطويلة. يعني يعملوا الأول تأمل لمدة 3 أو 4 دقايق، وبعد كده يبقوا 10 دقايق، وبعد كده يسمعوا التأملات اللي أنا بنزلها على قناة التليجرام مثلا، اللي هي بتبقى توصل ل20 دقيقة أو كده. وتبقى رائعة لو هي يبقى فيها جانب روحاني، يعني يبقى فيها أسماء الله، وده بيساعد قوي في الهدوء أكتر. لما تتصلي بالله، ده بيساعد في تهدئة الجهاز العصبي أكتر ما أنت مجرد تسمعي موسيقى هادية فقط لا غير وتتنفسي وكده. حلو.
يلا متحمسة للتأمل، يلا. يلا بسم الله. عايزاكم تقعدوا في مكان هادي، تقفلي لو عندك نور قوي، قاعدة في نور قوي، هدي الأنوار خالص، تقعدي في نور خافت، عايزة تقعدي في الضلمة براحتك، اقعدي على الكرسي المريح في كورنر كده مريح، في الجزء المريح، الجزء المفضل في بيتك. عايزاكي تدي نفسك وقت في ان انتي تقولي الناس اللي حواليكي في بيتك يا ريت محدش مثلا يدخل عليا، يدوكي فرصة ان انتي تختلي بنفسك 5 دقايق. تبقي لابسة لبس مريح، مش لابسة لبس جامد شادد على وسطك او شادد على جسمك، تبقي لابسة حاجة مريحة خالص مش ضاغطة عليكي. لو لابسة ساعة او كده تفكيها. عايزاكي تاخدي تنفس عميق، تتنفسي من مناخيرك نفس بعمق، تحسي ان انتي بتسحبيه من اسفل البطن، وتكتمي النفس لمدة عدتين او ثانيتين، وبعدين تطلعي التنفس من الزفير، تخليه ببطء شديد من بقك. يفضل ان انتي تقعدي، ما تكونيش نايمة، ورجليكي تكون لامسة الارض، وفاتحة رجليكي، فاتحة ايديكي عن بعض، مش مشبكاهم. قرري التنفس مع بعض تاني. وانتي بتطلعي الزفير، رخي كل حتة في جسمك، نزلي أكتافك، يفضل تغمضي عينيكي. وانتي بتطلعي الزفير، رخي عضلات الجبهة، رخي حواجبك، رخي مناخيرك، عينيكي، ودانك. استمري في التنفس ورخي كل جزء أنا بقوله أو بذكره معاكي. رخي خدودك، رخي بقك، رقبتك، منطقة الصدر، كتافك نزليها لتحت لو هي مرتفعة، رخي ايدك نزليها لتحت، صوابع ايديكي، رخي بطنك. خدي نفس عميق من أسفل البطن، وطلعيه بهدوء وسهولة ويسر من بقك. رخي منطقة الحوض، رجليكي من فوق، رجليكي من تحت، صوابع أقدامك. استشعري إن كل خلية من خلايا جسمك هي مسترخية تماما. تخيلي إن في نور نازل من السماء، بيخترق كل السماوات ال7 ونازل على راسك من فوق، بيملى مخك وعينيكي ووشك ورقبتك، بينزل عليكي بهدوء وسكينة وراحة. تخيلي إن اسم الله الودود بيغمرك من نور الله، نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، بيملى كل عضو من أعضاء جسمك بنور لطيف خفيف، بيرخي خلايا جسمك وأعضائك وجهازك العصبي كله، بيشعرك بالهدوء والسكينة. لقيتي النور مالي كل جسمك. شوفيه وهو بيدخل في العمود الفقري، بيملى كل فقرات العمود الفقري، بينزل على عظم الحوض، بينزل على رجليكي، على كل المفاصل، ايدك ورجلك. انتي كلك دلوقتي نور من الرحمن. عايزاكي تحضني نفسك، تقولي له شكرا يا رب على انك مليتني بنور منك. احضني نفسك وقولي الحمد لله الودود،
الحمد لله الودود. الحمد لله أنك أنت الرحمن الرحيم الودود. الحمد لله أنك أنت الغفور الودود. الحمد لله. الحمد لله. خدي نفس عميق ولقيتي نفسك حابة إنك تفعلي اسم الله الودود مع ذاتك، وبتكلمي الطفلة اللي جواكي بتقولي لها أيوة أنا شايفاكي، أنا حاسة بيكي قد إيه أنتي بتتعبي وقد إيه عندك مسؤوليات كتير. أنا فاهمة احتياجك كويس أوي، ومن النهاردة من بعد اللايف دوت وأنا هبتدي أنتبه لاحتياجاتك النفسية أكتر، وهسمع لجسمي أكتر، هسمعك باهتمام. ودايما بعد أي غلطة أنتي بتعمليها أنا هديكي فرصة تانية، لأنك أنتي دايما بتتعلمي إنك تحسني للأفضل. لقيتي نفسك بتقولي لنفسك أنا صاحبتك من هنا ورايح، أنا هبقى صاحبتك المقربة. أنت ليكي الحق في إنك تستريحي وإنك تسترخي وإنك تدي وقت لنفسك، إنك تحسي بحب نفسك ليكي. وقولي لها أنا بحبك، أنا متقبلاكي. وإنتي بتحضني نفسك وبتطبطبي عليها لقيتي بنفسك بتقولي أنت لا تستحق إن أي حد يضغط عليكي وإن حد يحملك فوق طاقتك، ولا تستحق إن شخص يقلل منك أو يسخر منك. انت دايما على حق في أي حاجة انت بتحسي بيها، كل شعور انت بتحسيه هو حق ليكي. انت تستحقي الحنية وتستحقي الدعم، تستحقي باسم الله السميع الرؤوف الودود انك تتحبي واني اتقبلك في جميع حالاتك. انا متقبلاكي زي ما انت، حتى لو فيكي عيوب. مفيش اي حد ربنا خلقه من غير اخطاء او عيوب، بس انت جميلة علشان دايما بترجعي للطريق الصحيح، وانك بتتعلمي اكتر عن نفسك وعن رب العالمين. ولقيتي نفسك بتسمعي كلام كله دعم وسند. نفسك كان نفسها من زمان تسمع الكلمات ديت، وانت من النهاردة هتوعديها ان انت هتسمعه لها باستمرار. كلمات زي انا واقفة في ظهرك لحد نهاية العمر، انا هساندك وقت الضيق، انا هشجعك انك تكملي هدفك، استمري. وطبطبي على نفسك وانتي بتهتزي لقدام ولورا. حسيتي انك عايزة تبكي او تدمعي، ادي نفسك اي حاجة هي محتاجاها دلوقتي. اسمحي لنفسك بالبكاء، طبطبي على ذاتك. ولقيتي حنان وحب من رب العالمين بيغمرك، بيغمر كل خلايا جسمك. وبعد ما اديتي الطفلة الصغيرة اللي ساكنة جواكي وعايشة جواكي كل الحب والدعم والتقبل والسند والأحقية والاستحقاق اللي هي محتاجاه، لقيتيها بتبتسم ليكي وبتحضنك وبتشكرك، ولقيتيها فرحانة وقايمة تجري من الفرحة وبتقولك شكرا جدا إنك دعمتيني وقلتيلي كل الكلام الجميل اللي أنا بحبه ده. بشكرك من قلبي، خليكي دايما معايا مسانداني. وأنا أحضنها بدأت أحضنها وأفرح لفرحها وأبتسم لابتسامتها الجميلة. عايزاكي تاخدي نفس عميق ولما تستكفي من مشاعر الحب والحنان والفرح فتحي عينك وارجعي للمكان اللي انت فيه.
عايزاكي تبصي بعينك يمين وشمال ولفوق ولتحت، ولو حابة تعيشي أكتر في المشاعر ديت كملي بيها. وارجعي حركي رجلك بالراحة، حركي ايديك بالراحة. ونقول لك وحمد لله على السلامة. شكرا شكرا شكرا. العفو يا مها. سعيدة جدا ان انت كنتي معايا النهارده، وزي ما قلنا مسك الختام. سيبوا لنا في التعليقات حسيتوا بإيه وشفتوا إيه أولا في التخيل. وعايزة أطمن أن أي حد مش متعود على التأملات، هو طبيعي جدا إن مخه يشت كل شوية بس احنا بنحاول إن احنا نرجعه تاني للتخيل اللي احنا فيه، إن احنا نستحق جزء بسيط من يومنا إن احنا نعيشه في هدوء واسترخاء. يعني من أقل حقوقنا على نفسنا إن احنا نهدي جهازنا العصبي في وسط كل الضغوطات والمسؤوليات اللي احنا بنعيشها. خليني اقول لك ان انا لما عملت التأمل معاكي حسيت في بعض الاجزاء واحنا بنطبطب على نفسنا وكده، حسيت ان جسمي بدأ يقشعر شوية. حسيت ان انا متأثرة جدا، عايزة اعيط شوية، حاجة كده. طبيعي أوي، طبيعي يا مها، لأن احنا نادرا ما بننتبه للطفل الداخلي اللي جوانا، ما بنشوفه، ما بنسمع له، ما بنحن عليه. فلما بيحصل العملية الاتصال دي بعد هجرة وفترة طويلة قوي من البعد، طبيعي ان يجيلنا عواطف كده شوية. حلو قوي. بشكرك قوي يا مها على الاستضافة حبيبتي. الحمد لله ان احنا ختمنا بتأمل جميل، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا. سعيدة جدا بيكي، وإن شاء الله اللي يجرب التأمل ما ينساش يكتب لنا في الكومنت حس بإيه، أو إيه أكتر حاجة لمست قلبه من التأمل ده. هننتظر تعليقاتكم، ورمضان كريم عليكم، كل سنة وأنتم بألف خير. وانت شكرا يا طيبة يا جيجي. مها، وعيد سعيد على كل المتابعين اللي عندي واللي عندك. يا رب يبقى عيد مليان بهجة وسلام ويا رب ما يبقى فيه ضغوطات يا رب. ويبقى أجازة سعيدة علينا كلنا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. ميرسي يا مع جيجي. الف سلامة. العفو، مع السلامة. مع السلامة.